السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله راكم كلكم بخير وصحة وعافية. معكم خالد شبري ورجعنا لكم إن شاء الله في فيديو جديد من سلسلة كتب الشهر. كتب الشهر هذه كنا نديروها من قبل، وكنا نتكلم فيها على الكتب التي قرأت خلال الشهر، أهم الأفكار الموجودة فيها في يعني فقرات موجزة فقط. وإذا كان واحد من هذه الكتب تروه مهم وتروه يحتاج إلى فيديو خاص به، فخبرونا في التعليقات، إن شاء الله راح نديروا فيديو كامل على هذا الكتاب. فأول كتاب معنا هو آخر كتاب أنا قرأته هذا الشهر، يعني هو كان كتاب شربة الحاج داود للدكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. دكتور أحمد خالد توفيق الذي لا يعرفونه هو طبيب وكاتب مصري، يعني يهتم بالفلسفة، يهتم بالفكر، يعني كل شيء، يعني كاتب رائع جدا، كاتب موسوعي ما شاء الله. عنده لغة رائعة، لغة سلسة بسيطة، وكذلك أسلوب أدبي ساخر، يعني يخلي أي إنسان يعني حتى خارج المجال يقرأ على الطب ويقرأ على الفلسفة وعلى الفكر وعلى الأشياء ربما التي نراها صعبة جدا، يعني خصوصا لما يتعلق الأمر بالعلوم. ففي هذا الكتاب يتكلم الدكتور احمد خالد توفيق عن واحد من نوع من الطب انا اول مره نسمع به، يعني يسمى بطب المناطق الحاره. طب المناطق الحاره والتاريخ تاعو كيف بدا. هذا الطب هو الطب الذي يهتم بالمناطق الاستوائيه او تحت الاستوائيه. المناطق الاستوائيه هي مناطق التي ينتشر فيها امراض مثل الطاعون، مثل الملاريا، مثل التيفوس، مثل البلهارسيا، داء الفيل وداء النوم. يعني كل هذه الامراض هي مختصه في هذا المجال تاع طب المناطق الحاره. يعني هذا الطب يعني يتكلم فيه الدكتور احمد خالد توفيق عن بداياته وعن اثار الاستعمار اللي كان ملزم انه يبحث على علاجات لهذه الامراض، لانه كان مستعمر كثير من الدول الافريقيه انذاك. ويتكلم فيه الدكتور احمد خالد توفيق على صراع القاره السمراء مع هذه الامراض، مع الاستعمار، ومع يعني نقص المؤن، ونقص كذلك الرعايه الصحيه، وعلى يعني الرطوبه والجو المساعد يعني على انتشار هذه الامراض، يعني في ظل كل هذا الجفاف وفي ظل كل تلك الظروف. يعني يتكلم فيه كذلك على واحد الامور مهمه جدا، عن العلم الزائف واثاره، ويعني المعلومات المغلوطه واثارها على حياه الناس، يعني خصوصا لما نتكلموا على يعني حتى المناطق اللي ربما اللي تنتشر في هذه العلوم، وحتى المناطق اللي نقولوا حداثية نوعا ما، أو المناطق المتطورة، وكيف أنه بعض الخرافات العلمية وبعض المعلومات المغلوطة تقدر تؤدي بحياة كثير من الناس. تكلم فيه كذلك عن الخرافات الطبية المنتشرة خصوصا عندنا نحن، يعني وآثارها، وكيف أنه إحنا نتعامل معها كأنها هي العلم الحقيقي، ونخليه العلم الحقيقي يعني يتخبط في الفراغ. كذلك يتكلم فيه على أمور مهمة جدا عن تاريخ الأمراض هذه، على تاريخ الحرب البيولوجية، وين كانت أول مرة بدأوا بها، لما كان المستعمر يدفع والله فنقول يرمي الجثث التي كانت مصابة والتي ماتت بسبب الطاعون على العدو، يعني اللي كان محاصر لمدة سنوات، فيؤدي بحياة الكثير من الناس وبحياة ربما دول بأكملها. فهذا الكتاب رائع جدا، يتكلم فيه دكتور أحمد خالد توفيق على العلم، على شبه العلم، على العلم الزائف. يتكلم فيه كذلك على التعليم وعلى السياسة وعلى المجتمع، وآثار العلم على السياسة وعلى المجتمع كذلك. يتكلم فيه على التجارب تاعه كطفل وعلى كشاب وكطالب طب وكذلك كطبيب فيما بعد. يتكلم فيه كفيلسوف وكإنسان ربما كأب كمفكر، يعني يتكلم فيه بعدة أوجه وبعدة صياغات تخليك أنت في وسطه قاعد تتعلم أشياء كثيرة جدا، وقاعد تشوف حياة إنسان من جوانب مختلفة في كتاب صغير جدا، يعني مقارنة بالأفكار الموجودة فيه. يتكلم فيه على نظرية المؤامرة وعلى أصحابها، وكيف أنهم هم دائما يحبوا يبانوا بهذاك الشكل المختلف، وبيتكلم على أفكارهم وكيف هم يعتقدوا نفسيتهم، نفسية الإنسان اللي يعتقد بنظرية المؤامرة كيف تكون من الداخل. فهذا الكتاب رائع جدا، أنا أنصحكم أنكم تطالعوا عليه وتقرأوه، يعني وربما إذا أعجبكم نديروا له فيديو خاص به. الكتاب الآخر الثاني اللي معانا، واللي هو ربما واحد من أفضل الكتب التي قرأت يعني في الإدارة، يعني كتب قليلة جدا، يعني عبد الرحمن القصيبي رحمه الله، هو شاعر، هو وزير، وكان سفير كذلك للسعودية في البحرين، كان عميد جامعة، كان أستاذ جامعي، كان طالب دكتوراه، يعني كانت عنده واحد تجربة طويلة جدا، تجربة ممتدة عبر الزمن، خلاته يعني يعطيك في الكتاب هذا زبدة التجربة تاعو. هذا الكتاب ربما هو أقرب إلى السيرة الذاتية مما هو عن الإدارة في ذاتها. يتكلم فيه صح عن الجانب الإداري وعلى الحياة الإدارية والحياة العملية اللي كان عايشها هو، ولكن يعطيك دروس يعني مشبعة في مجالات شتى. هو الكتاب هذا نقدر نقوله انه موجه لجانبين ولا لشخصين. اول هو الجيل الصاعد، هذا الجيل اللي رانا ربما نقولوا احنا الشباب، وكيفاه الحياه راح تكون، وكيفاه الانسان لازم يعمل وما ينتظرش انه النجاحات تجي من الفراغ. والجزء الاخر ولا الطرف الثاني اللي موجه لهذا الكتاب هو الاداريين الشباب اللي راهم داخلين مجال الاداره، وبعض الدروس المستخلصه وبعض الاداب وبعض النصائح وبعض التوجيهات اللي يوجهها الدكتور عبد الرحمن القصيبي في هذا الكتاب. فالكتاب يعني قمة جدا، نقل دروس مهمة جدا، عبر مستخلصة عن تجربته في السفر، عن تجربته
التجربه تاعو في الابتعاث. هو عاش في انجلترا، عاش في البحرين، عاش في السعوديه، يعني عاش في مناطق شتى. كان وزير للصناعه، كان وزير الكهرباء، كان وزير للصحه، وينتقل من هنا الى هنا ويعطيك كل وحده في افكارها وكل وحده بعبرها وبقصصها. فالكتاب كان قمه، وتتمنى انه يكمل، يعني ما يحبسش هذا الكتاب وما يخلص. كذلك يتكلم هذا الكتاب على الإدارة، يتكلم على البحث العلمي، يتكلم على التعليم الجامعي، يتكلم كذلك على الوزارات وعلى سيرورتها وكيفاه أنه نقدروا نوضوا وكيفاه نقدروا نديروا ثورة في المجال تاعنا هذا اللي رانا فيه، سواء كان في الصناعة أو كان في التجارة أو كان في الوزارة ولا أي مكان آخر، لأنه ما كانش النجاحات تأتي من لا شيء. يعني هذا الشيء اللي تقدر تتعلمه من تجربة عبد الرحمن القصيبي رحمه الله. كذلك يتكلم على العلاقات، يتكلم على الحكومات. فهذا الكتاب لازم نديروا له فيديو. زيدوا اكدوا ان انتم معي في التعليقات اذا حبيتوا. فعبد الرحمن القصيبي كان شاعر، كان مفكر، وكان يعني انسان اللي صح يتعب باش يوصل للشيء اللي وصل ليه. فرحمه الله وطيب الله ثراه. الكتاب الاخر اللي معانا هو سو جود اي كانت اجنور يو تاع كارل نيوبورت. هذا الكتاب انا سمعته ما قريتوش، لانه اولا انا كنت هضرنا من قبل على كتب تاع تطوير الذات، وما كنتش انا من النوع اللي يحبذها بزاف، يعني رغم انها توجد بعض الاحيان بعض الكتب مهمه فيها. كان نيوبورت هو دكتور في جامعه هارفارد في الكمبيوتر ساينس، لذلك انا نحب نقرا له نوعا ما، لانه يتكلم مثلا كما كتاب تاعو ديجيتال مينيماليزم، انا عجبني بزاف واقترحته وتكلمنا عليه، درنا له فيديو خاص. هذا الكتاب انا سمعت الكثير من الكلام عليه، فقلت هات نسمعوه، يعني بما انه ما عنديش وقت باش نقرا هذا النوع من الكتب، فنسمعوه ونشوفوا اذا عجبني نروح نقراه كاملا. فسمعته، يعني هو مضيعه وقت بالعربيه، يعني وبصريح العباره. الكتاب هذا يضيع لك مده طويله باش يوصل لك فكره واحده، مثلا هي انه الشغف مش هو الاصل اللي يخليك توصل للعمل هذاك ولا يخليك تنجح في العمل هذاك. انت لازم تتعب على روحك باش توصل لواحد الدرجه من انك تميتريزي ولا تكون متمكن من العمل هذاك، باش تولي شغوف به وتولي انت تمد قيمه لهذاك البيئه اللي راك فيها انت، سواء كان مصنع ولا كنت تخدم وحدك كفريلانس ولا كنت تخدم في مجال ما. فانت من التجربه الطويله هذيك راح تتعلم وراح تولي تحب هذاك العمل وتولي تقدم فيه الاشياء المضافه. هذا كله تلقاه ربما تسمع ساعتين ثلاثه تخرج بفكره. فلذلك انا توقفت عليه ما كملتوش، وهذه يعني نصيحه لاي انسان يعني راهو يسمع فينا. انت لست مطالب انك تكمل الكتاب الذي راك قاعد تسمع فيه. اذا شفت الكتاب هذا يضيع لك في وقتك، كاين الكثير من الكتب راهي تنتظر، كاين الكثير من الافكار اللي لازم تقراها وتحب تقراها وراح تفيدك لو تقراها. فاذا كان الكتاب قاعد يضيع لك في وقتك، كوبي وفوت اللي وراه. اذا شفت كتاب راهو قاعد يطول في الهضره بزاف، فاعرف باللي راهو فيه ثلاث اربع افكار مهمه، روح هزها مثلا في ملخص كتاب ولا قرا عليه مقال، مثلا تهز ثلاث اربع افكار الموجوده فيه وخرج من هذا الكتاب. انا هذا سمعت الملخص تاع 10 دقائق وما قدرتش نكمله، لاني بديت نشوف باللي حتى الانسان اللي راهو قاعد يلخص في الكتاب قاعد غير يطول في الفيديو هذاك، لانه هذا هو اللي في صالحه. فهذا الكتاب انا ما عجبنيش، ما نرشحه لكمش اطلاقا. اذا راح تقراه ولا راح اذا راح تقراه ما تقراش اسمعوه، واذا راح تسمعوه ما تسمعوش، روح شوف ملخص عليه، راح تهز اهم الافكار الموجوده فيه. نتمنى انه هذا الفيديو عجبكم. اذا عجبكم واحد من هذه الكتب وحبيتوا نديروا له فيديو خاص، خبرونا في التعليقات، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. والسلام عليكم.